وقد صرحت أحد المصادر أن النادي الأهلي يواصل تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم الجمعة استعدادا للموجهات المقبلة بعدما عاد للتدريبات مساء أمس الخميس من الراحة التي حصل عليها لمدة 3 أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضي، وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتى الإماراتي انتهتا بالخسارة فالأولى والتعادل فالثانية. ويعكف السويسرا مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائر سواء في الدورة أو دورة أبطال أفريقيا للوقوف على نقاط القوة والضعف فصفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته في الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية. وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال والتي أقيمت مؤخرا في دولة الإمارات، وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على مودرن فيوتشر ب4 أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية. وغاب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءا من النصف الثاني لشهر فبراير بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا في 16 فبراير في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. افتتح الأهلي مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبا ذهابا ب3 دون رد وإيابا برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصارا ب3 دون رد على ميدياما الغانا في أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانغ أفريكانز التنزانة في ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في القاهرة. وكان النادي الأهلي أكثر الأندية تحقيقا للبطولة، ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي تحقيق اللقب 12 في النسخة الحالية. ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي. ولعب النادي الأهلي مع شباب بلوزداد 3 مباريات، 2 منها في دور المجموعات من نسخة البطولة عام 2001. فاز الأهلي بالقاهرة 1-0 أحرزها حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1-0 أحرزه إبراهيم سعيد. وفي المباراة الثالثة والأخيرة بالنسخة الحالية تعادل الفريقان سلبيا بالقاهرة